بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. بتشرف دايما بمتابعتكم وبتشرف بتعليقاتكم، وحقيقي مبسوط دايما بالتعليقات بتاعتكم، بنتعلم منكم. ويمكن النهارده يعني في استوديو الاولاني اللي احنا كنا موجودين فيه، يعني في بعض التجديدات ان شاء الله باذن الله. الفتره اللي جايه هنرجع للاستوديو اللي انتم شفتوه معانا في الفتره اللي فاتت وفي الحلقات اللي فاتت، وباذن الله انتظروا مننا الجديد، وباذن الله هنكون عند حسن ظنكم. هنروح على مباراة نادي الزمالك وسالجرادا الأنجولي. طبعا كلنا امبارح اتفرجنا على المباراة. يعني أنا من وجهة نظر وأنا عارف الناس كتيرة جدا بتهاجمني وناس بتزعل مني وناس يعني ده شيء طبيعي. في الآخر هقولها تاني، نادي الزمالك كويس، هقول نادي الزمالك كويس. الناس اللي بتحب نادي الزمالك أو الجمهور اللي بيبقى المحب لنادي الزمالك، ده نادي الزمالك. يعني الأداء اللي انتوا شايفينه امبارح ده نادي الزمالك. مع احترامي، يعني تاريخ نادي الزمالك واسم نادي الزمالك وامكانيات نادي الزمالك مختلفه تماما عن فريق امبارح. يعني انت بتلاعب فريق خصم مش عارفين يباصوا، يعني الف ب كوره الباص والحركه مفيش، مجرد ان اللعيبه واقفه، اللعيبه بتلعب بشكل عشوائي، مفيش اي اداء. الطبيعي الفرق اللي زي دي يا جماعه، انت بتتكلم على نادي الزمالك، نادي زمالك. يعني ايه الفرق ما بين نادي الزمالك مثلا بتاريخه ببطولاته بالاسماء اللي كانت موجوده واللي لعبت مع نادي الزمالك عن فرقه سالجرادا امبارح اللي احنا بنتفرج عليها؟ يعني انا شايف ان البطوله سهله جدا نادي الزمالك ان يأدي بشكل كويس جدا ويظهر بشكل يليق باسم نادي الزمالك. بس يعني امبارح بتفرج على المباراه، يعني انت الفرقه دي تكسبها 6، يعني مبقاش 6، هنتكلم تكسبها 3-4 وانت مستريح كده. يعني انت لو بتلعب ناشئين وبتلعب قصاد الفرقه دي هتكسبها 4 كده وانت مستريح. امبارح ولا اداء ولا في كوره ولا في تحرك ولا في بطء غير طبيعي في الفريق. الحاجه الوحيده اللي انا بحيي عليها مجلس الاداره بصراحه اللي هو التعاقد مع يعني اعطاء الثقه لكابتن معتمد جمال لنهايه الموسم، ودي حاجه كويسه جدا تحسب لمجلس الاداره، وهو الافضل حاليا، هو الوحيد اللي بيتعامل. نادي الزمالك فيه شكل وفيه افضل من قبل كده يا جماعه، بس لما هنتكلم على كوره لا، مش ده نادي الزمالك. انت امبارح حاطط الهدف بتاع زيزو، يعني حارس المرمى خطأ غير طبيعي. يعني ده كانه راح يقفش فرخ. يعني كرة شوطة حلوة وكل حاجة وفكر حلو لزيزو، بس يعني حارس المرمى عايز يمسك الكرة وهي متشاطة عليه، انا مش عارف عايز يعملها ازاي. يعني ده اي شوطة عليه جول. يعني لو شطها من هنا عليه هتخش جول، اي حد هيشوط كرة عليه جول. يعني الماتش امبارح يخلص 4 بالكتير قوي، ده اقل حاجة يعني، بس اداء مش عاجبني. والناس اللي بتحب نادي الزمالك والجمهور اللي بيحب نادي الزمالك هتقول لك اصل ظروف ومش ظروف. يا جماعه الاسماء اللي موجوده دي حتى لو الظروف ما عندهم او الظروف ضدهم او المشاكل اللي موجوده، على الاقل حتى العب كوره، الكوره السهله، الكوره العاديه اللي بيتقال عليها فن ومدرسه والكلام اللي بيتقال دايما الزمالك فن ومدرسه. طب اقرب حاجه تلعب كوره هتوصل سهل، هتكسب الفرقه دي سهل. اصلا ده بنقلتين 3 هتوصل للمرمى بسهوله جدا. يعني ولا حتى ما فيش استغلال للكور الثابته، ما فيش استغلال حتى كتسديد على المرمى، ما فيش السرعه في الملعب. يعني امبارح عبد الشافي، عبد الغني، المسلوسي، عمر جابر، دونجا ورؤى، الوحيد دايما اللي بيحاول بصراحه في الفتره الاخيره هو دونجا. رؤى ما اعرفش، يمكن عشان ما فيش غيره او ما فيش حد في الحته دي. يعني هو دايما مجبر على جمهور نادي الزمالك ومجبر علينا واحنا بنتفرج ان هو يبقى موجود في الملعب، بس مستوى مش ما يجيب. يعني نادي الزمالك لو بيشارك في دوري الابطال بالشكل ده، وده حصلت المشاكل في المواسم اللي فاتت، ما صعدش. يعني الزمالك اكتر من كذا موسم ما بيصعدش من دوري المجموعات. طب انت عندك بطوله وبتلعب فرق مع احترامي ليها، يعني انت فرق خبرات عنها، فرق امكانيات، فرق مستوى، فرق مهاره، فرق حاجات كتيره جدا. ده انت حتى لو الظروف كلها ضدك اقرب حاجه هتظهر بشكل كويس، هتلعب كوره، هتبقى السرعه اكتر من كده، هتبقى الاداء افضل من كده، هيبقى حتى شكلك في الملعب افضل من كده. شيكابالا، سيف الجزيري، زيزو،
زيزو بيحاول، بس برضو مش زيزو اللي انا اعرفه. الناس هتقول لي انت ايه علاقتك بزيزو؟ يا جماعه والله انا عمري ما شفته، ولا هو شافني، ولا انا اتكلمت، ولا عمري اصلا قابلناه اصلا، ولا اتقابلنا في حياتنا اصلا مع بعض. بس هقولها تاني، انا ما بخافش من حد وهتكلم كوره، واللي انا شايفه هقول صح. زيزو من اللعيبه الكويسه، زيزو من اللعيبه يعني من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر. هل زيزو مثلا مشغول باحتراف، مشغول بتجديد، مشغول ان هو عايز يقعد في نادي الزمالك، عايز يسافر بره، حاجات كتيره جدا يا جماعه انتوا ما تعرفوهاش. مع احترامي للجمهور يعني بيشوف من بره الملعب، انا بقى كنت عايش جوه الملعب وعشتها ولعبتها زي ما بيتقال. زيزو من اللعيبه كويس، بس المباراه اللي زي دي هي اللي بترجع ثقه. احرز هدف امبارح، قلت لكم الهدف يعني حارس المرمى يعني ده في البلاله خالص يعني. مش ممكن، ما بقول لك لو انا شوت كوره من هنا دلوقتي والله هتخش جول. اي حد هيشوت كوره على حارس المرمى دي هتخش جول. انت المفروض تكسب امبارح اكتر من هدف، بتديك ثقه، بتديك دافع. هروح على لعيب تاني وهو شيكابالا. يعني دايما الناس تقعد تهاجمني على موضوع شيكابالا. اولا شيكابالا ده اخويا الصغير، زي اخويا الصغير يعني، فرق سنين وفرق حاجات كتيره جدا يعني. ومالك ومال شيكابالا يا جماعه؟ في ايه؟ احنا بنتكلم كوره والله. يعني انا امبارح شيكابالا ما اعرفش هو، يعني هل من بعد ما انا قلت ان شيكابالا ما ينفعش يلعب 90 دقيقه، فهو يعني في مثلا يعني كابتن معتمد جمال مثلا فبيقول لك لا انا هلعبه 90 دقيقه؟ هي الكوره مش عافيه على فكره، والله الكوره عمرها ما كانت عافيه. شيكابالا ممكن تستعين بيه في نص ساعه، تلت ساعه، 15 دقيقه، اخر 15 دقيقه ينزل يفرق مع الفرقه، يعمل شكل للفرقه. هتحتاجه في اوقات، بس ان انت تلعبه 90 دقيقه استحاله، استحاله. اولا سنه واللياقه البدنيه والعامل البدني والذهني، كل حاجه دي معروفه في مجال الكوره يعني. امبارح شيكابالا واقف واخد مربع، بيمسك الكوره يلعبها وهو واقف، ما فيش حتى سبرنت. اولا مش هيقدر يجري سبرنت، صعب جدا عليه، مش هيقدر يدافع، مش هيقدر يهاجم، ياخد اللي يعدي بالسرعه بتاعته. في حاجات كتيره جدا يعني مش لازم يلعب 90 دقيقه على فكره. استعين بيه، خبراته وتواجده في الملعب مهم جدا، وقائد وكل حاجه، بس 90 دقيقه صعب. هي الكوره يا جماعه مش عافيه، مش عافيه والله. الكوره مش بالشكل ده، عمرها ما كانت كده ابدا. استعين بيه في حاجات في اوقات معينه يعني هتحتاجه. بس ان انت امبارح انا شايفه يعني، ما اعرفش الناس بتقول لي اسيست. يا جماعه اسيست ايه يعني؟ ده باصه، هي الباصه دلوقتي بقت باسيست؟ والله العظيم يا جماعه فين الحاجات دي؟ كانت ايام ده لو الواحد كانت الاحصائيات اللي بتحصل دي كانت ايامنا وايام الجيل بتاعنا. انت كل واحد هتلاقيه عامل مثلا بتاع 400 اسيست و15 تسديده و40 تسديده و130 قطعه و170 باص. ايه يا جماعه في ايه؟ هو احنا كل واحد هيبص لي بقى يبقى خلاص ده باص؟ مالها ومال الاسيست؟ الاسيست ده يا جماعه عارفين ايه يعني؟ بتعمل ثرو باس، بتعمل ما اعرفش الاسيست دي جديده، بس انا هتكلم بالمنطق بالحته دي. كروس، تسديده مثلا، شطها مثلا جت في العارضه نزلت، قام واحد حطها، الحاجات ماشي، دي اللي بتمشي، هي دي الكوره. اما انا مش هبصي واحد للكوره جنبي كده يقوم لافف يقوم شايطها داخله جون، وفي الاخر ده بقى اسيست. انتوا بتحسبوها الكوره ازاي؟ انا مش فاهم. ده جديده جدا. انتوا لو بتتابعوا فعلا الكوره ايامنا، انا مش عايز اتكلم عن الجيل بتاعنا، لا يعني ما كانش ايامنا الحاجات دي. الحاجات دي بتفرق، واحصائيات وعمل 15 بس. ما انا ممكن اقف انا والراجل اللي ورا الكاميرا ده ده اعمل له كده ويرجعها لي، واعمل له كده ويرجعها لي. معلش انا مضايقك شويه والله بيضحك حد. ابص له الكوره ويجيبها لي، خلاص ده كده اتحسبت ان ابراهيم سعيد لعب 15 باص يعني مش فاهم. كوره سرعه، كوره قوه، كوره تسديد، كوره حركه ورشاقه وذهن جوه الملعب، تركيز ذهني في حاجات كتيره جدا. الاحصائيات اللي طالعه دي يعني مع احترامي انتوا خليتوا لعيبه ما بتعرفش تلعب بقت تقول لك احصائياته عامل مش عارف 15 هدف وصانع 20 هدف. انا مش فاهم بتحسبوها ازاي بصراحه والله. كل زمن ليه الوقت بتاعه، بس دي مش دي الكوره خالص. طبعا يعني اكيد نادي الزمالك داخل على مرحله صعبه في الفتره اللي جايه، خصوصا كمان هيلاعب سالجرادا في انجولا. على فكره ممكن بالاداء اللي احنا شفناه ده، خصوصا كمان سالجرادا يعني فريق مش منظم شويه، بيلعب كوره كل حاجه، بس ما عندوش المهاره اللي ممكن تبقى خطر على نادي الزمالك، بس في ملعبه واكيد هيبقى فيه تواجد جماهيري.
وممكن ما يبقاش فيه تواجد جماهيري اصلا، بس الحافز بتاعهم ممكن نادي الزمالك يظهر بمستوى اقل، الدافع عندهم يبقى اكتر. طبعا لعيبه نادي الزمالك عندها الخبرات وعندها يعني عندها دلوقتي الروح المعنويه مع الجهاز الفني مع كابتن معتمد جمال افضل، بس برضو انت داخل في مرحله صعبه. يعني انت بتتكلم في مستوى دلوقتي، يعني انا مع احترامي يعني الانديه دي ما اعرفش يعني بعيده تماما عن نادي الزمالك. المفروض يفرق، وارد على فكره ان ممكن سالجرادا هو يبقى هو نادي الزمالك هو اللي يصعد، بس انت محتاج صفقات. لازم مجلس الاداره يحل المشاكل فتره القيد، لان فعلا المستوى اللي احنا شايفينه ده مش نادي الزمالك. انا عارف ان انا هتهاجم، بس والله انا بتكلم كوره، وبتكلم وبقول خبره سنين وخبره حياه وخبره تعامل في الملعب وخبره تواجد مع مدربين وبطولات سواء مع الاهلي او مع المنتخب. لا الحمد لله الواحد ليه تاريخ. انا عارف الناس دول لك تاريخ، لا تاريخي يعني في ناس لعبت لحد دلوقتي مش هتعرف تحقق البطولات. انا كمدافع الحمد لله انا رصيدي كمدافع مع الانديه بس 45 هدف خمس اهداف مع المنتخب. لما يجي حد يتكلم على ابراهيم سعيد، لا انت بتتكلم مع الحمد لله مع حد يعني اتشرف ان انا كنت من الجيل اللي حصل على بطولات، من الجيل اللي فرح الشعب المصري، من الجيل اللي فرح جماهيره. لا فما حدش يخش معايا في الكوره، لان يعني عشان انت تقارن حد بيا او انا اقارن بحد بيا، فلا ده قدامه سنين ضوئيه زي ما بيتقال. يعني انا حابب ان انا ارد على الحته دي، لان ناس كتير اطفال صغيره لسه صغيرين، هم يعني اللي عندهم 8 سنين عندهم 9 سنين، فلسه لسه صغيرين. انت ممكن فرحان دلوقتي بالسوشيال ميديا وفرحان بالحاجات دي، بس دي مش كوره والله، مش كوره. راجع تابع كده، سيبك من ابراهيم سعيد، تابع الجيل بتاعنا وتابع اللعيبه والاسماء اللي كانت موجوده، وانت قاعد بتتفرج كده هتستمتع. انا عارف ان في ناس ما لحقتنيش ولا لحقت الجيل بتاعنا، بس بص واتفرج. عندك اليوتيوب وعندك حاجات كتير جدا تقدر تشوف الكوره الصح، كوره صح، مش كوره اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي اللي هي كل واحد يخبط لي كوره في العارضه يقول لك ده اجمد واحد في مصر، واحد يشوط الكوره في العارضه يقول لك احسن من احسن لعيبه افريقيا. يا جماعه ده انتوا غيرتوا الكوره خالص. هنروح على مباراه النادي الاهلي وشباب بلوزداد، وحابب ان انا اتكلم على النادي الاهلي. يعني بصراحه الحاله اللي موجود فيها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، يمكن ثلاث تعادلات، مش ده اللي احنا متعودين مع النادي الاهلي. مش ده مستوى النادي الاهلي. اضاعه الفرص السهله مش ده النادي الاهلي. اوضه اللبس مش ده النادي الاهلي. روح اللعيبه جوه الملعب مش النادي الاهلي. انت عندك مشاكل غير طبيعيه، اولا في دفاعيه، من اول علي معلول اللي طبعا مش عايز اقسو عليه زي ما بيتقال كده، لان هو خلاص استهلك. انت يعني قعدت 5 سنين او 6 سنين هو الوحيد اللي بيلعب، فما عندكش البديل، خلاص استهلك. ابتدت الثقه بتاعته تنعدم، ابتدت ثقته ما بينه وبين الجمهور ما يبقاش في ثقه ما بين الاثنين، وده خلاص هي دي سنه الحياه. عندك في الدفاع ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، عندك محمد هاني برضو مش في حالته. لا انت عندك مشاكل. عندك في نص الملعب الو ديانج ومروان عطيه، مش ده الو ديانج برضو ولا هو. انا بقالي كتير عمال اتكلم في الموضوع. انت عندك مشكله في نص الملعب غير طبيعيه، الو ديانج مش في حالته، عندك مروان عطيه مش في حالته. في لعيب تاني عايز اتكلم، خلاص انا اتكلمت عليهم قبل كده كتير قوي، لان فعلا في مشاكل، في مشاكل بدنيه، في مشاكل حتى معنويه جوه الفرقه. مفيش تركيز، مفيش روح، مفيش الروح بتاعت النادي الاهلي. انت حتى لو انت المستوى بتاعك قليل ومش ماشيه معاك، بس في دي جوه الملعب بتموت نفسك، في بتعمل تاكلينج بتموت نفسك. دي الحاجات دي هي اللي بترجع ثقه. معروف دايما طول ما انت مش موفق بس عندك الروح وعندك التخبيط وعندك القلب، بترجع نفسك تاني. حتى لو انت الناس كلها زي ما عليك، لو الناس كلها زي ما عليك والجمهور زي ما عليك، وحتى الناس اللي بتنتقد بتزوم عليك، وانت بتموت نفسك جوه الملعب وعندك الروح، الناس هتحترمك وهتقدرك وهتجيلك الثقه تاني وهترجع لك الثقه تاني. على فكره وارد ان ما تبقاش دي سنه الحياه ودي كوره. النهارده انا مش ماشيه معايا، بس انا بعرف ارجع نفسي ازاي. للاسف انا مش لاقي حد ان انا اتكلم عليه كويس بصراحه. يعني مفيش لعيب اقدر اقول عليه ان هو مستواه كويس في الفتره الاخيره او لاعب كويس وهو الوحيد اللي
بيموت نفسه. الحاله كلها، حاله اللعيبه كلها، لعيبه النادي الاهلي بدون استثناء، من اول قفشه، من اول كهربا، من اول بيرسي تاو وعصبيه بيرسي تاو الفتره الاخيره، وكهربا بالاستعجال بتاعه، حسين الشحات. يا جماعه لا، ابتدت الموضوع ما يبقاش حلو، واتكلمت فيها كتير. انا عارف ان انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير لان قلته كتير قوي والله، ودايما الحمد لله الواحد بسبق ناس كتير قوي لان انا لعبتها يعني انا لعبتها، فهتلاقوني سابق. دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، دي كوره والله. شايفين الدماغ دي كوره. انا بتكلم كوره، بتكلم حاجات انا عشتها ولعبتها، وتعاملت مع مدربين، وتعاملت مع اساطير في الرياضه، مع اساطير حتى في التدريب، واتعلمت من اساتذه، واتعلمت مع رموز واسماء تقيله. فلما بتكلم بقلب جامد، ما بخافش من حد. اللعيب الكويس هقول عليه لعيب كويس، اللعيب الوحش حتى مدرب او مدير فني او حتى مدير كوره وهتكلم بقلب وهتكلم بقوه، لان انا مفيش مصالح ما بيني وبين حد خالص. مفيش مصالح ما بيني وبين حد. انا بتكلم كوره، وعارف ان الناس كتيره جدا بتزعل، بس المستوى اللي احنا شايفينه لا، فيه مشاكل. اللعيبه، معظم اللعيبه كلها فاكره بقت نفسها هي نجم الفريق الاول، يعني هم النجوم. هو انا النجم الاوحد في النادي؟ لا يا جماعه والله. انا كنت بلعب في الاهلي وبلعب مع منتخب مصر، انا بقيت نجم عن طريق اللي حواليا، عن طريق التعاون اللي ما بيني وما بين زمايلي. انا بقيت من افضل المدافعين في مصر الحمد لله، واتشرف سواء في الانديه او حتى على المستوى الدولي، بسبب ان انا لعبت مع كابتن هاني رمزي، لعبت مع كابتن وائل جمعه، لعبت مع كابتن عبد الظاهر السقا، لعبت مع كابتن مدحت عبد الهادي، لعبت مع سمير كمونه، لعبت مع كابتن محمود ابو الدهب. والله العظيم انا الاسماء دي كلها لعبت معاها، لعبت مع اسماء تقيله، فخدت الخبرات، اتعلمت منهم. عشان كده يعني الحمد لله الواحد لما بيجي يتكلم، هقولها تاني، اسمعني لاني بتكلم كوره والله، عشتها وطلع عيني جوه الملعب عشان اوصل للمرحله اللي انا قاعد بتكلم معاكم كده. فطبعا عايز اتكلم برضو على حته مضايقاني قوي، على موضوع الرقم 10 دي اللي بيلعبها قفشه حاليا دلوقتي. انا من وجهه نظري ان الكوره اتغيرت، يعني الكوره اتغيرت. دي كل فتره احنا وانا بكلمكم دلوقتي ممكن ينزل تخطيط جديد، خطه جديده، اداء جديد، فكر جديد. قفشه لازم يطور من نفسه. معرفش بقى يعني هو خلاص، هل هو اقلم نفسه في الحته دي؟ قفشه من نوعيه اللعيبه، لعيب كويس، بس طريقه اللعب اللي انا هقعد ابصيلك وترجع لي، وابصيلك وترجع لي، وتباصي وتقوم راجعه لي. لا، كره دلوقتي سرعه، تسديد، شوط، اختراقات. يعني خلاص الكره اتغيرت. قفشه لازم يطور من نفسه، لازم يتعامل مع نفسه، ولازم يشتغل على نفسه اكتر. حسين الشحات برضو لازم يبقى في تعاون ما بينه وما بين زمايله اكتر من كده. مش ممكن انا امسك الكوره وفي الاخر بتتلخبط. يعني انت بتمسك الكوره بترقص واحد والتاني والتالت، تقوم راجع له تاني، هتقوم بعكيك، هتلاقي نفسك فقدت الثقه، وهتلاقي الجمهور خصوصا كمان في الفتره الاخيره ان الجمهور متضايق ومتعصب. فطبيعي ان انت الناس يعني مش هتستحملك، لان الاداء والنتائج ما تساعدكش ان انت تعمل الكوره كده وتعدي والناس تقول لك هي لا خلاص انت مضغوط دلوقتي، لازم تلعب السهل. كهربا برضو مضغوط، بيرسي تاو برضو. يعني موضوع فرص يا جماعه، انا بكلمكم على اسماء برضو تقيله. برضو موضوع ان انت عندكش المهاجم الصريح ده عامل لك مشكله. حتى يمكن في كلام ان كابتن محمود الخطيب اتكلم مع مستر كولر في موضوع مودست، قال له حاول ان يبقى فيه خلاص كلام، لان في كلام ان مستر كولر عايز مودست يقعد لحد اخر السنه ويديله فرصه. لا، فرصه سعيده. كولر مش هيضيف لك ولا هيعمل حاجه، خلاص هي البدايه بتاعته مش مبشره. انت بتتكلم دلوقتي بمستواه، بادائه، بحركته حتى جوه الملعب. لا انت مش ما تدوش فرصه، قول له فرصه سعيده خلاص بقى. برضو في كلام ان في مشاكل ما بين مستر كولر حتى في تصريحاته وتعامله مع اللعيبه ومشاكله مع اللعيبه. كابتن محمود الخطيب اتكلم معاه في النقطه دي، ان في يعني حتى من ضمن الحاجات اللي غريبه جدا وانا اتكلمت عليها اكرم توفيق. ده مش مقتنع باكرم توفيق، وحصل خلاف ما بينه وبين اكرم توفيق. اكرم توفيق ده لسه راجع من اصابه، لسه راجع من صليبي. يعني انت عايز تبعده ازاي؟ اكرم من اللعيبه المقاتله جوه الملعب. وحتى لو يعني انت عايز تدي فرصه لمودست ومش عايز تدي فرصه لاكرم توفيق بعد العوده بتاعته،
لو هتحتاجه لعيب مقاتل، لو احتاجته دلوقتي هتلاقيه، لو احتاجته في نص الملعب هتلاقيه، لو احتاجته في الباك رايت هتلاقيه، لو احتاجته في اي مكان في الملعب هتلاقيه، لان هو من اللعيبه المميزه جدا حقيقي بصراحه. مشكلته مع عبد القادر برضو بعدت عبد القادر، وعبد القادر هو اللي يسأل عن السبب وعن المشكله دي، ان هو اللي بعد نفسه. في مشكله في اوضه اللبس. هقول لكم حاجه بصراحه يمكن انا حابب ان انا اتكلم فيها، وانا يعني انا عارف ان ممكن برضو الكلام ده هيزعل جامد يعني. انا بصراحه اول ما من بعد رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ، مع احترامي لكابتن خالد بيبو اخويا وصديق الملاعب، لا حصل فجوه ما بين اللعيبه وما بين مدير الكوره. كابتن سيد عبد الحفيظ حقيقي من اول ما راح انت شلت عنصر مهم جدا، اللي هو اللي بيقدر يظبط لك اوضه اللبس، اللي بيقدر يحتوي اللعيب، اللي بيقدر يتعامل مع اللعيبه بجد. اللعيبه دي قلت لكم قبل كده لازم تتعامل معاها بحب كأخ، وان انت كابتن كبير وصديق، وفي نفس الوقت بتتعامل معاه رسمي، تتعامل معاه يعني زي ما بيتقال كده ايه، لما بيغلط بيتحاسب. في حاله في جوه الملعب، وانا قلتها لو الناس رجعت الفيديوهات بتاعتي هتلاقي ان في حاله جوه اوضه اللبس مش مظبوطه، ودي يسال عنها كابتن خالد بيبو بصراحه، لان هو مستر كولر مش مديله صلاحيات. لان انا لما بشوف المباراه ما بشوفش كابتن خالد بيبو خالص موجود، يعني بشوف كابتن خالد بيبو قاعد بس. هل مستر كولر هو اللي محجم؟ لان برضو لو كابتن خالد بيبو متحجم في الخصوص يعني ما ادوش المساحه بتاعته ان هو يتكلم، او ما ادوش ان يخليه يتعامل بقوه مع اللعيبه، فدي ما يسالش عنها كابتن خالد بيبو، لان موضوع مختلف تماما. مدير الكوره عنصر مهم، بيقدر يلم حتى لو في مشكله ما بين المدير الفني واللعيبه بيقدر يحتوي الموضوع ده، بيقدر يوصل وجهات النظر ما بين اللعيبه وما بين المدير الفني. طبعا بعد يمكن كابتن محمود الخطيب برضو من ضمن الحاجات اللي اتعامل فيها مع مستر كولر ان هو اداله فرصه، يعني مش هقول فرصه اخيره يعني، لان مستر كولر برضو لما بيركز ما يسالش عنه الفتره اللي فاتت، لانه مش هينزل يحرز اهداف، بس عنده اخطاء كتيره جدا، عنده مشاكل كتيره جدا مع اللعيبه، عنده مشاكل مع الجمهور. فكل ده كابتن محمود الخطيب اتكلم معاه وقال له ان في مديله فرصه في كاس العالم للانديه، ان يبقى في يعني يحاول النادي الاهلي يغير الفكره شويه، يحاول النادي الاهلي يرجع، وعندك بطوله مهمه. طلب منه ان هو يبقى لازم النادي الاهلي يحقق مركز متقدم، اقل حاجه ثالث، دي اقل حاجه، لانك انت برضه خلينا نتكلم ان انت برضه هتلعب يعني قصاد فرق اتحاد جده، برضه فريق قوي، ويعني بطوله قويه مش بطوله، بس اقل حاجه تظهر بشكل يليق باسم النادي الاهلي. بخلاف طبعا المشاكل مع اللعيبه، واتكلم ان الفتره اللي جايه هيبقى لجنه التخطيط هي اللي هتختار الصفقات. طيب انا برضو كمحب، يعني واحد من ابناء النادي الاهلي وتربيت جوه النادي الاهلي، ناس اختلفت معايا وناس اتعاملت معايا، وفي مواقف كتيره جدا حصلت. انا هتكلم كمحب، انا والله ولا في مصلحه ما بيني وبين حد. كابتن محمود الخطيب ليه انت حضرتك دايما اتكلمت في الفتره الاخيره او الفتره اللي فاتت ان دايما في عناصر جديده بتبقى موجوده، وجوه جديده بتبقى موجوده، والفكر بيتغير والحياه بتتغير، وكل مرحله ليها الوقت. لجنه التخطيط في مدار السنوات اللي فاتت عندها بعض المشاكل. ليه ما يبقاش في وجوه جديده تبقى موجوده؟ خلاص يعني لجنه التخطيط ادت الدور على اكمل وجه، بحلوها بوحشها، خلاص هي سنه الحياه بتتغير. ليه ما يبقاش في وجوه جديده وافكار جديده وناس تبقى موجوده في النادي وتشوف لعيبه صح؟ اختار شخصيات او لعيبه قدامى يبقوا موجودين، عينيهم حلوه، عينيهم مش عينيهم حلوه، عينيهم خضراء، يعني عينيهم كويسه على اللعيب، يقدر يجيب الكواليتي من اللعيب اللي يليق باسم النادي الاهلي، سواء لعيب مصري، سواء لعيب افريقي، سواء لعيب من شمال افريقيا. يعني كل الحاجات دي لازم يبقى في تغيير، ما هي دي سنه الحياه. الحياه بتتغير دلوقتي. انا النهارده موجود، ممكن يبقى بعديه حد يجي يقعد مكاني ويتكلم معاكم كده، هي دي سنه الحياه، مفيش حاجه بتدوم. فلازم برضو في الفتره اللي جايه يبقى في تغييرات في حاجات كتيره جدا، مش عيب خلاص بنشكرهم على الفتره اللي فاتت ونشوف وجوه جديده بافكار جديده بشكل جديد، ده لصالح النادي الاهلي، لان فعلا الفتره الاخيره في حاجات كتيره جدا مش مظبوطه. فانا بتمنى، يعني انا بتكلم والله يعني محبه للنادي الاهلي اللي انا اتربيت فيه، واتمنى ان الفتره اللي جايه تهدى شويه، لان النادي الاهلي داخل على بطوله مهمه جدا حقيقي، بطوله دوري الابطال. النادي الاهلي ممكن يخسرها، هتبقى ازمه كبيره جدا
جماهيريه وازمه على اللعيبه، وارد ان ممكن تبقى لعيبه كتيره جدا مش موجوده في النادي الاهلي. وبرده في حاجه اخيره انا حابب اتكلم فيها من خلال مصادرنا وحتى يمكن فريق الاعداد معانا، ان في كابتن محمود الخطيب او مجلس الاداره او حتى لجنه التخطيط ابتدت دلوقتي يبقى في تفاوض مع بعض المدربين. يعني ابتدى طبيعي لان الحاله اللي موجوده في الفتره الاخيره، خصوصا كمان مستر كولر دخل في حته ان جاي له عروض من السعوديه من الدوري السعودي، فابتدت برضو دي طبيعي مع التوتر اللي حصل مع النتائج اللي حصلت ابتدت تقلق شويه، خصوصا كمان العمليه مش مستقره. انا واحد من الناس بتمنى يبقى في استقرار، بتمنى يبقى في تركيز من مستر كولر مع النادي الاهلي، لان الاستقرار المدير الفني وتواجده مع اللعيبه وتواجده مع مجلس الاداره، فده بيدي طمانينه حتى للعيبه، بيدي طمانينه لمجلس الاداره، بيدي طمانينه لكل اللي موجود في النادي الاهلي. فهل ممكن النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، يعني ممكن وارد على فكره ان مستر كولر ما يبقاش موجود، فعشان كده النادي الاهلي فتح بعض المفاوضات، ويمكن جات له اكتر من كذا من اكتر من سيره ذاتيه لبعض المدربين، منهم مدربين من المانيا ومنهم حتى من البرتغال. ده وارد على فكره في الفتره الجايه، ده بناء عليه هيظهر في الفتره الجايه مع نتائج مستر كولر. وطبعا يعني اكيد في غضب جماهيري وغضب حتى من الكل يعني. وهنا انتهت حلقتنا من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. انتظروني في حلقه جديده قريبا. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.